صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. طبعا البخة دي انتوا عارفين ان هي مش بتيجي بالساهل خالص. طبعا وراها معاناة وحاجات كتير كتير كتير. تعالوا معايا اوريكم من البداية الكارثة. بصوا، دي كانت البداية. شايفين؟ سبت بس الشقة يومين بس، يومين ما نضفتهاش وريكوا زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. يعني انا كنت ببص لها كده وبحس ان هي اصلا مش هتنضف، بس بعدين رحت قلت ايه، لا ده انا هتحدى باجي الكسل معاكم. تعالوا اقول لكم بقى انا بعمل ايه علشان انجز في الوقت بسرعة. هقول لكم على طريقة تحفة لو عملتوها انتوا كده ظابطين اليوم بتاعكم وظابطين الوقت بتاعكم وكل حاجة. انا بعمل ايه علشان انضف وما سيبش نفسي، لان انا لو سبت نفسي في النظافة ممكن اقعد ساعة واتنين وتلاتة. الاقي حاجه اكلها، الاقي لب اعمل مش عارفه ايه. لكن انا كده قلت ايه، لا انا عايزه انجز علشان تاني يوم اخد اليوم من اوله ان شاء الله، اشوف هعمل فيه ايه. الوقت يا جدعان اهم حاجه عندنا. يعني انا عن نفسي عشان انجز وما سيبش نفسي كده، رحت عملت طريقه حلوه خالص. عملت ايه؟ انا ظبطت الساعه وقلت ان انا هتحدى نفسي. ظبطت الساعة، انا نزلت الفيديو ده او ابتديت اصوره، كانت الساعة 7:48. ظبطت المنبه، يعني انا ظبطت المنبه، قلت ايه هظبطه ساعة على يعني على الساعة 8:48. ابتديت بقى ان انا ايه اشيل الدنيا وانجز برضو. يعني انا كنت كده، انا بسرع الفيديو بس انا برضو كنت بنجز في الحكاية. عشان ايه؟ ما اهو بصوا هنا وانا بظبط المنبه ظبطت بقى وابتديت ان انا انجز في عشان اخلص واشوف اللي ورايا واشوف الدنيا، ولو هعمل اكل لو هنزل لو كده يعني. اهو بعد طبعا شفتوني لميت السجاد وهو بنفض وهكنس. طبعا انا كنت نفضت الستاير. انا الشقه الحمد لله على طول ايدي فيها. اللي خلاها اتوسخت كده ان انا سبتها يومين بالظبط، يومين ما حطيتش ايدي فيها، فلقيتها زي المقلب كده، زي مقلب الزباله. ف انا على طول بمسح حيطان وعلى طول بهب الحيطان وبنفض على طول الانتريهات والصالون وكله. فالدنيا عندي الحمد لله الحيطان بتبقى نظيفة والسقف وكله، وهيظهر معانا برضو في الفيديو هتشوفوا الدنيا نظيفة. بتبقى برضو لما انت على طول ايدك في الحاجة ما بتاخدش منك مجهود كبير. يعني ما بتاخدش منك مجهود زي ما مثلا ما تسيبيها والدنيا وكل يومين تتبهدل ومش عارفه ايه. لا انا ايدي فيها على طول. وانا برضو ولادي على طول يعني بيساعدوني، خد حط ده، خد طبق ده، حط ده في الدولاب، هات مكنسه نكنس، اكنس مثلا وهم يلموا الزباله. لازم يشاركوني. يعني انا لازم اخليهم يعملوا معايا حاجه، لازم ما بعملش لوحدي. هنا طبعا كان ابني الكبير كان عند بيت جده وما كانش معايا حد يعني غير الصغيرين. اهو بتدلع. شفتوا؟ مش قلت لكم ان انا لو سبت نفسي هتلاقوني ايه، سحت. ممكن المزايا دي انا اكلت مزايا، ممكن المزايا دي اخدها اقعد ربع ساعة اكلها، امسك التليفون اقلب فيه 10 دقايق مش عارفة ايه. لا لكن انا عشان كده ظبطت المنبه، قلت انا هتحدى نفسي بقى، هجري هنجز اشوف الشطارة. لميت طبعا الهدوم زي ما انتوا شفتوني، لميت الهدوم اهو. هشيل الخداديات دي او السندات دي، هنفضها واحطها على الكنبة التانية عشان على الناحية التانية بتاع الركنة، عشان انفض الناحية دي، الكنبة دي بتاع الركنة اهو. شايفين كله مرمي في إيه، كوبايات، كفرات، إيه، فوط، كله. يعني انتي لو سبتي الشقة يوم واحد هيحصل اكتر من كده، والله اكتر من كده. ده انا يمكن علشان ايدي فيها على طول فلقيت كمية هدوم وكمان كان اليوم ده انا بقضيه بالنهار عند ماما. ممكن كمان انتوا تعملوا حاجة تاني، ان شوفوا ايه اللي بيسليكوا مثلا وانتوا بتنظفوا. يعني شوفوا مثلا بتكلموا حد في تليفون، اه ترني على صاحبتك، ترني على جوزك، ترني على حد.
بحيث ان انتي اهو بتتسلي وتنجزي برضو، تنجزي في الوقت. يعني بدل ما الحتة دي انا كنت بعملها في ساعتين، لا انا هعملها مثلا في ساعة. انا هنضف مش عارفة في ايه. يعني انا الشقة كلها خدت معايا ساعتين بالظبط، بالظبط ساعتين، عشان ظبطت المنبه. المطبخ كان طبعا الكارثة الكبيرة، هتشوفوه في الفيديو. بعد ما هنا خلص ونفضت عادي يا جماعه، انا طلعت فوقيها، لان البتاع اللي انا لابساه ده اصلا نظيف. يعني انا بلبسه في الشقه بس، بره كمان يعني في الاوض وكده. فهو مش وسخ، مش بدوس بيه في الميه. اهو نفضتها وهفرش البياضات. ده ترويج. لكن انا التنظيف انا ببقى جايبه عليها واطيها. يعني انا ببقى شايله كله، كل الفرش، وبغسل، وحتى الركن نفسها الخشب والسفنج ده بغسله لو مش هتكلموا حد في تليفون، لو عندك ابنك الصغير ابنك الكبير، سمعله حاجه، سمعله قرآن، احاديث واخدها في حضانه، في مدرسه. المهم ان انتي تسلي وقتك، وكمان في نفس الوقت هما اللي لما يلاقوكي بتحكي معاهم هيساعدوكي في البيت. فهي الحكاية خدت بصراحة، جت سهلة ليه، لان انا عرفت انا هعمل ايه، وعرفت ايه الهدف اللي في دماغي. اي حد بيبقى حاطط هدف في دماغه وعارف هو هيوصله ازاي، بيرتاح طبعا. وكمان انا يوم الجمعة بحب ان انا اقضيه على السطوح، اشوي، اعمل اللي اعمله على السطوح انا والولاد. فعشان كده ما حبيت ان انا يوم الجمعة ده يبقى فاضي، اللي هو اعمل الغدا واطلع على السطح بقى، افضل قاعدة بقى على السطح انا والولاد في الوقت اللي هو الشمس ده، لان دلوقتي الجو ابتدى يبرد. فبنقعد ناخد الشمس، وانا عامله ضليله كده عليه. ان شاء الله هوريها لكم في فيديو، هوريكم اليوم بيمشي ازاي فيه. بس انتوا دعموني وما تنسوش تعملوا لي اشتراك، علشان هو ده زي ما انتوا شايفين اول فيديو ليا على القناة. فعايزه اعرف رايكم، سواء سلبي ايجابي، انا عايزه اعرف رايكم، ايه اللي عدله، ايه امشي على ايه، اعمل ايه كده يعني. فبرضو عايزه اعرف منكم. شايفين يا ولاد، حتى انا اول مره والله اسيب الشك كده، فعملتها في وقت قليل، بس تعبت برضو، يعني خدت مجهود مني، لان مش متعودة ان انا اسيبها كده. هنحوش البيضات و... وهنفضها برضو. شايفين حتى كان في مارشميلو الولاد كانوا جايبينه، وانا ما بحبش المارشميلو في البيت، لان هما بيرموه في الارض، بيلزق على الارض، بيلزق على السجاد، بيلزق على البيضات. بصوا وحش، يعني هو لازق على التابلت بتاع الواد، انا مش عارفه اشيله ازاي. يعني مش عارفه اسلط عليه الاستشوار سخن ولا اعمل له ايه. يعني اقترح عليا اشيله ازاي من على البتاع بدل ما احط ميه. يعني لو حطيت ملمع ازاز ممكن يطلع ولا ايه؟ فعايزاكم تعرفوني. حتى الطوج اللي بحطه على شعري، مش شايفين مرمي فين؟ مش عارفه اولادي بيلبسوه وبيرموه ولا مالهم. دي جلابيه كانت عندي او عبايه قديمه بنفض بيها. بحب ان انا انفض بيها، بدل ما اصلا هنفض بايه؟ لازم لا عبايه قديمه، لا فانيلات جوزك يعني هترميها؟ لا، هناخدها طبعا، نستفاد بيها، نعمل لها اعاده تدوير. اهو هنفضها كويس، لان الناحيه دي اللي هي جنب الباب فبتبقى اكتر ناحيه مش نظيفه، او اكتر ناحيه سريعه الاتساخ. اهو شلتها، وبعد التنفيض هاجي بقى ايه، بص دول ارفف كنت انا اشتريتهم، لان الحيطه دي كانت ساده. فروحت المكان اللي بنشتري منه الديكورات وكده والتحف، فلقيت التلات ارفف دول بصراحه عجبوني خالص. وكمان انا كانت عندي الورود وكان عندي الحاجات دي، فما صدقت. يعني انا بحب خالص فكره الارفف ان انا احط عليها حاجات،
تحف او انتيكة. بصوا كان عليهم تراب من الجو فظيع ده. انا كمان اللي نفعني لان انا الشقة بتاعتي على شارع عمومي، ف ففي تراب على طول، يعني انا الشقة على طول عندي تتوسخ، تتملى تراب. لولا ان انا جبت ستاير حطيتهم في البلكونة وبكفلها واقفل الشيش كويس والازاز برضو، لولا ان التراب بيخف شوية. بس لما بهويها، لما بفتح علشان اهوي في ثانية بحس التراب بيطلع يجري يلزق. بص اهو بمسحهم. هو الخشب بتاعه تقريبا MDF ومدهون كمان، فالخشب بتاعه ناعم كده، فمش التراب مش بيلزق عليه زي اي خشب. اهو مسحتهم وبلقي نظرة اخرى من الارض. اهو نضفتهم الحمد لله. والحيطان زي ما انتوا شايفين، الحيطان بصوا عاملة ازاي. السلك اللي تحت الكوبس ده سلك موتور المية، لان هنا انا في الرابع، فمش بتوصل المية قوية. كانت بصراحة مزهجاني في عيشتي في حكاية المية دي، فعشان كده ركبنا موتور بقى وبيشتغل الحمد لله، اهو ماشي حاله الحمد لله. فاللي عندكم الحيطانة اهي شايفين، انا ما حطيتش ايدي عليها ليه؟ لان هي اصلا نظيفة، انا على طول بنفضها. يمكن الحتة اللي في الفيديو دي اكتر حتة خدت وقت معايا، يعني كل اللي انا عملته ده بعد كل ده خد ممكن يعني ممكن نص ساعة انجزت. وحطيت لميت الهدوم في الطبق اللي شفتوه ده علشان اخده معايا اوضه النوم، احط كل حاجة في مكانها. خلصي بقى يا سمر، عمالة تدخلي وتطلعي خيالتينا. اهو خلاص اخيرا اهو هلم الزبالة، حتى الشبشب داخل تحت الركنة بتاع ولادي شايفين. اهو هلم بقى ايه الزبالة، لميتها اهو الحمد لله. عندي كمان ارفف تاني. هو ايه ده حكاية الارفف؟ هي الشقة كلها ارفف ولا ايه؟ لا دي كنت عاملاها عمود في النص، فبدل ما اسيبه كده سادة عملت له رفين جبسن بورد ساعة الفرح. بحط عليها البرفانات عشان الولاد وهم نازلين الصبح ما يحطوش في الاوض، بتكتم خالص. يعني اللي بيحطوا البرفان في الاوضه الريحه بتكتم. اهو شايفين بقى الطوبه دي اللي ورا الباب، اللي ورا الكنبه بتاع الركنه دي، في عمود هناك ورا الركنه فمطلع الكنبه شويه، فانا حطيت الطوبه دي كده كده مش هتبان، يعني حطيتها علشان تسند الكنبه ما تتزجش لورا كده، فتحس ان هي الركنه طالع ونازل كده. حطيت الطوبه دي وكده كده مش باينه. بصوا اهو باشاره واحده الدنيا اتلمت. يا ريت كان في روبوت يساعدنا في البيت يا جماعه، يعني الجماعه بتوع الصين دول اخترعوا كل حاجه، طب ما يبعتوا لنا روبوت بس يكون سعره حنين يساعدنا، يبقى هو والولاد هننجز شويه والله، بدل ما الواحد هلكان صحيا بسبب المناهدة. بصوا ده الأستاذ ابن الصغير أينما ذهب جردل الشرشوبة وجدتم فوفو ابني. هوايته اللعب في الرملة والريم بتاع في اللعب في المية والريم بتاع المية ده بيحب يمسكه. طبعا دلوقتي جو شتى، يعني أنا شتيت والولاد شتوا الحمد لله من فترة، علشان عندنا هنا في المنيا الجو برد شوية يعني، وهي الشتا جت اصلا فجأة، يعني ما عطتناش اي اخباريات، هي فجأة كده لقينا من صيف لشتا على طول. الجو كان تلج امبارح بالليل، ايوه يوم الخميس امبارح بالليل كان الجو تلج. بصوا اهو الكائن الصغير برضو رايح لجردل الشرشوبة لازم. همسح وهجيب مروحة عشان تنشف الدنيا دي. طبعا هنستخبى عشان المروحة ما تجيش علينا. يختي جينا ليه؟ للمطبخ
في كوارث. كوارث دي والله، يعني مش الله. ايه ده يا سمر، انت بتهبطينا ولا بتدينا طاقة ان احنا ننجز؟ لا، انا كده كده انا ظابطة الوقت، فبرضه بتحدى نفسي. هجيب كيس زبالة وهلم كل الزبالة وكل اللي في الاطباق هنزله في الكيس. لو في اكل في الاطباق، فانا طبعا عندي فرختين يتيمتين على السطح، هلمهم في طبق وهطلعهم لهم. اهو. فضيت الاطباق. والبوتاجاز برضو نفس الحكاية. هفضي عظم الفراخ ده اللي شفتوه ده في كيس الزبالة. والحلل، هو المطبخ تحسوه بيولد حلل. بيولد حقيقي، بيولد حلل. يعني هي بعد ما يكونوا حلة، هو بتلاقيها ولدت حلة تاني يبقوا حلتين، ولدت حلة تاني وحلة تاني يبقوا 4. معرفش كمية الحلل دي بتيجي منين. والله يا جماعة ممكن اقول لكم في يوم واحد كمية الحلل دي كلها. شلت الحلل اللي على البوتاجاز وهبخ اللي هو بتاع الدهون ده، قاهر الدهون، لغاية لما انزل اللي في الاطباق واحطه في غسالة الاطباق علشان اغسل الحلل وباقي المواعين. هيكون البوتاجاز نزل الدهون وغسلته وبقى تمام. هو نوعه كويس خالص، اسمه لادور، اللي هو بتاع الدهون ده اسمه لادور. وعليه مرسوم عليه صورة الشيف نجلاء الشرشابي. بصراحة تحفة تحفة تحفة، وسعره حلو. انا ماليش دعوة بالمنتجات ولا ليا دعوة، بس هو ده بصراحة جربت كذا حاجة، ده احلاهم. بينزل الدهون وبيعملها في ثانية، في ثانية واحدة والله. بيكون ما شاء الله البوتاجاز بيجي يلمع، هتشوفوه معايا في الفيديوهات. يعني ده بترشوه وممكن تمسحوا البوتاجاز على طول. بصوا الرخامة انا بوريها لكم بس اهو. هنا انا كنت في الفترة دي كنت نزلت الحاجات اللي في الاطباق وحطيتها في الغسالة، وهو بمسح البوتاجاز. بصوا بيلمع. انا ما بحطش على البوتاجاز بتاعي من ساعة ما اتجوزت نقطة مية، يعني ما بجيبش عليه نقطة مية على البوتاجاز. يعني ما شاء الله هتلاقوا البوتاجاز كأني جايباه من 3-4 سنين، مع ان انا جايباه من اكتر، يعني ما شاء الله. اهو هروج الرخامة اللي جنبه، همسحها كويس. وهنا كان شوية رز متبقين من حاجة عملتها، فضيتها في العلبة بتاعتها. مسحت الرخامة كويس. هي الحمد لله ما عليهاش دهون، لان انا برضو لما ببخ البوتاجاز باخد اللي جنب الجناب بتاعة البوتاجاز معاها. بصوا الحلل اهي. انا حطيت الاطباق في الغسالة دي، الحلل والبيبي حلل، يعني الحلل الكبيرة والبيبي حلل اللي مولودة بتاعتها كمان. كمية حلل فظيعة تشوفوها على الرخامة بعد شوية. اهو هغسلها. طبعا خلصت من الناحية التانية كلها بتاع الرخامة اللي في ناحية البوتاجاز، وهغسل دول الاطباق والمواعين وهشطفهم مية دافية. وعندي فرشة هصورها لكم بنزل بيها كل اللي في الاطباق او الحلل عشان الدنيا تبقى سهلة عليا. ما تنسوش تستغفروا ربنا كده كتير وانتوا واقفين تعملوا اي حاجة. استغفر ربنا وصلوا على النبي كده، واستعينوا بالله وانتوا بتعملوا، يعني وانتوا بتعملوا اي حاجة في الشقة، اي حاجة لازم تستعينوا بالله. اهو كنت خلصت الحمد لله المواعين وشطفت الحوض بصوا ولدت حلتين تانيين غسلتهم لغاية لما المواعين تتصفى. همسح الارضية. همسح الارضية كويس لان كان فيها حاجات لازجة، شلتها بالسكينة عادي ومسحتها مسحة الحمد لله، مسحتها كويس. بصوا اهو انا بشيلها بالسكينة. كان تقريبا موز الولاد كانوا واكلينه ورمينه في الارض، فهم مسحتها. انا بمسح مش مهم بمسح بيه، مش هقول لكم. اهو باجي الشقة دي المروحة. لما طلعت كان الاستاذ ابني معفرتني ومطلع عينيا. يلا الحمد لله فرشت السجاد، كان خلاص الارض اتهوت ونشفت. والكفر اللي بيغيط لازم
عشان الاولاد. يعني هنا احنا بناكل في الناحية اللي بره، وحاطه برضو كفر، يعني انا برضو فرشة كفر في الناحية اللي بره، لازم علشان الاكل وكده ما يبقاش الدنيا اهو. فرشت برضو الناحية اللي ورا اهو و... والحمد لله كده ان انا خلصت، اللي يعتبر خلصت الشقة كلها، وهوريكم النهاية. بصوا الحمد لله، شايفين الدنيا بقت زي الفل الحمد لله. وده الكفر اهو عشان ناكل ونعمل عليه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك وكومنت، عشان انزل لكم حاجات جديدة تاني وان شاء الله تدعموني واكبر بيكم ومعاكم. يلا هاي البخة الاخيرة دي اهم حاجة في الدنيا. الحمد لله يا رب العالمين ان انا هو خلصت كل حاجة في ساعتين بالظبط، في ساعتين. كمان منهم راحة لغاية لما البلاط نشف، ولغاية الفرش وكده. وهوريكم دي الرخامة بتاع الكراسي اللي ورا الرخامة. وده الحمد لله المطبخ اهو، وكمان فرشته. ما تنسوش تدعموني، وتنسوا تعملوا اشتراك.